السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد وهو Part 2 في Lesson 3 و 4 اللي هو يعتبر الدرس الرابع في Unit 3. أتمنى تكونوا تابعتم كل اللي فات، وزي ما تعودنا إحنا كل يونت عندنا بنقسمها ل7 فيديوهات، وبننزل لكم الفيديوهات بشكل يومي على على مدار الأسبوع إن شاء الله الساعة 6 كل يوم. يلا بينا نبدأ. نشوف دلوقتي مع بعض الجرامر اللي معانا في الجزء بتاع النهارده. هناك بعض الافعال التي يمكن ان يتبعها يا اما noun يا اما verb plus ing، زي مثلا ايه، وخدنا منهم افعال كتير. خدنا مثلا enjoy وخدنا like منهم، يعني like love enjoy prefer don't like hate dislike. كل دي حاجات بيجي وراها يا اما noun اسم يا اما verb plus ing. زي I like swimming، انا بحب ايه، السباحه. الافعال دي طبعا لازم تحفظ، الافعال دي لازم تحفظ. اي فعل فيهم لما هشوفه هزود عليه يا اما، او الحاجه اللي هضيفها وراه يا اما هتكون اسم يا اما هتكون verb plus ing. زي هنا swimming، زي هنا watching، زي هنا math noun اهو، زي هنا learning، زي هنا painting. خلي بالك من حاجه، ان انت الفعل نفسه، ليه احنا بنقول noun او ing؟ لان الفعل نفسه لما بنضيف له ing ممكن يتحول لنون. يعني هنا كده تبقى اسمها مشاهدة التلفزيون، فاهمني؟ فهي يعتبر الاتنين نون اصلا، لكن كشكل الفعل verb زودنا له ing. بس كده. تعالوا ما نكمل. هنا بيقول لنا عند الاستفهام باستخدام هذه الافعال يكون السؤال كالتالي. لما باجي اعمل سؤال هعمل ايه؟ هقول الاول do او does حسب الفعل بتاعنا. لو الفعل بتاعي مفرد او he و she و it ياخد does، لو جمع او I we you they هياخد do. وبعد كده بحط بقى الفعل بتاعي اللي هو ايه، love like وهكذا. Do you like playing tennis؟ هل انت بتحب تلعب مثلا تنس؟ طبعا like هتكون في المصدر، لكن اللي وراها هيكون plus ing. Yes I do أو no I don't. Does she like playing tennis؟ Yes she does أو no she doesn't. طيب بعد كده هناك بعض الصفات تتبع حروف الجر ثم ing أو noun، زي مثلا good at، زي interested in اللي لسه واخدينها الدرس اللي فات، زي bad at. يعني good at أو bad at الكلمة وعكسها، و interested in برضه بيجي وراهم يا إما noun يا إما verb ing. أحمد is good at speaking English، هدى is interested in reading adventure stories. لاحظ أن الأفعال like love prefer إذا الحتة دي مهمة أوي أوي أوي، كانت موجودة في الثانوي قبل كده، لكن هم جايبينها لكم دلوقتي من بدري تبقوا عارفينها، وبرضه هتدرسوها بعد كده بتوسع أكتر. إذا سبقها would هيجي وراها to المصدر مش verb ing. يعني هنا he would like to drive، he would like to drive، يبقى لو جه قبلها would عشان هي دي اللي ممكن تلخبطك في الأصل وفي الطبيعي. like love prefer بيجي وراهم verb ing أو noun، إلا لو قبلهم إيه؟ لو قبلهم would. فأنت خلي بالك من الحتة دي. I don't like ها like يبقى وراها verb ing يبقى flying. دينا likes not very much مفيش would يبقى إيه؟ verb ing. نهى نقط like swimming، احنا قلنا بننفي بايه؟ ها برافو عليكم. طالما بنسأل بدونت و doesn't يبقى هننفي ايه؟ بدونت و doesn't برضو، ونهى طبعا بتاخد doesn't. نقط she like، طبعا she احنا هنا هنستخدم سؤال وعندنا هنا like وعندنا verb ing، يبقى السؤال يا اما بدو يا اما بداز، وشي بتاخد does. I don't like طبعا برضو بيجي وراها verb ing. سهلة جدا، درس سهل خالص. كابتن باسم is good at برضو بيجي وراها verb ing. he prefers verb ing. they would like، ايوه هي دي اللي انا بدور عليها، رقم 8. رقم 8 بقى، لا عندنا هنا would قبل like يبقى لازم to والفعل في المصدر. هدى doesn't enjoy verb ing. she doesn't ها مش هناخد بقى verb ing لان هنا عندي اصلا الverb ing اهو، فانا هنا بدور على ايه اللي بيجي بعد do او does او doesn't او don't بيبقى فعل في المصدر يبقى like. عماد likes watch، لا طبعا watching عشان جايه بعد like. does your father like طالما بعد like يبقى ايه؟ يبقى verb ing. does she like playing مش play. I hate بيجي وراه ايه؟ verb ing يبقى walking. مستر بليغ is interested in بيجي وراها verb ing.
would you prefer ride نفس الفكرة would عندنا هنا would يبقى وعندنا هنا prefer في الطبيعي بيجي وراها verb ing لكن المرة دي هيجي وراها ايه to والمصدر. ليه؟ عشان في هنا would. يبقى سواء هنا جملة زي دي إثبات أو سؤال طالما في would يبقى القاعدة بتاعتنا هتتلغي وهنحط to والمصدر بعد الكلمة بتاعتنا. أيمن dislikes to have لا طبعا dislike بيجي وراها فعل ايه مضاف ليه ing يبقى having dirty pets. تعالوا اما نكمل ونشوف السبيكينج كورنر والرايتنج. السبيكينج كورنر هنا بيقول لنا ايه عند وصف شخصيه من قصه فبنقول he is او she is والصفه بتاعته او he she والفعل زي مثلا Alice is a sensible girl ادي هنا Alice اسمها وادي verb to be وبعد كده حطينا صفه but she doesn't understand wonderland لكن هي مش قادره تفهم ايه wonderland وادي هنا عندنا ايه بعد she هنا قلنا she وبعد كده بنحط الفعل ادي النفي وادي الفعل. بعد كده عندنا في writing all about me I am يونس مثلا I live in Alexandria بنتكلم برضو على ايه على معلومات عن الشخص نفسه. الشخص نفسه ايه مادته المفضله ايه الهوايه المفضله بتاعته وهكذا زي ما قلنا في الريدنج في بارت 1. تعالوا دلوقتي اما نشوف الجنرال اكسرسايز على 3 و4. احمد وعلاء what's your favorite sport ايه هي رياضتك المفضله نقط is my favorite sport. قلت لكم قبل كده لما نلاقي حاجه زي دي نبص على اللي وراها قال لي الكلمه دي باسكت بول يبقى الكلمه اللي كانت فوق ايه نفس الكلمه باسكت بول. لو كان بيسال على الوظيفه وقال له هنا مثلا دكتور يبقى هنا دكتور. بيسال على السكن وقال له هنا مثلا كايرو يبقى هنا كايرو وهكذا. بعد كده نقط are you good at it because I am tall and كذا كذا كذا. يبقى طالما قلنا because هنا يبقى هنا بنسال بايه بنسال بهواي. ليه انت جيد ايه ليه انت جيد فيها قال له because I am tall and نقط لان انا طويل وايه اقول صفه كمان كويسه زي مثلا fast او strong الاثنين ينفعوا. where do you play it طب انت بتلعبها فين انا بروح ايه النادي. how نقط do you play it قلنا بنسال طالما twice a week طالما قال لي عدد مرات يبقى بسال ب how often how often لو فاكرين لما كنا بندرس زمن المضارع البسيط. can I play with you yes ايه yes of course. تعالوا ما نقرا الاسئله الاول قبل القطعه. What does this passage talk about؟ القطعه دي بتتكلم عن ايه؟ How did the Cheshire cat help Alice؟ ازاي القطه هتساعد أليس؟ Why do you think Alice was brave؟ تفتكروا ليه أليس كانت شجاعه؟ The worst character is أسوأ شخصيه بتكون مين في دول؟ Alice met a lot of interesting نقط in Wonderland. قابلت العديد من ايه في Wonderland؟ characters شخصيات ولا ملوك ولا اماكن ولا بلوك بوستس؟ طبعا بلوك بوستس لا واماكن لا يا اما ملوك يا اما شخصيات وغالبا شخصيات. Alice in Wonderland is a famous children's story وليها افلام برضو جميله يعني ليها افلام برضو كذا جزء. Alice had a lot of adventures in Wonderland ليها العديد من المغامرات. She met a lot of interesting characters يبقى هنا ايه characters. Wonderland was strange but interesting place for Alice كان مكان غريب لكن ايه شيق. Alice was a sensible brave and clever girl كانت حكيمة وكانت كمان شجاعة وكانت شاطرة. She met the white rabbit that was always late and run fast قابلت الأرنب الأبيض اللي كان دايما إيه كان دايما متأخر وبيجري بسرعة. The Cheshire cat was a funny animal which helped Alice to find different places and characters. يبقى هو ازاي ساعدها ان هو خلاها تقابل ايه different places and characters. The Queen of Hearts was a scary person and she shouted at people but Alice wasn't frightened of her. ملكة القلوب ديت كانت شخصية ايه كانت شخصية مخيفة وكانت دايما بتزعق في الناس لكن أليس ما كانتش بتخاف منها. At the end of the story all the characters helped Alice so she could go home again. كل الشخصيات ساعدوا أليس عشان ترجع للمنزل تاني. يبقى النص ده بيتكلم عن ايه طبعا عن Alice in Wonderland story. ازاي القط ساعدها زي ما قلنا ايه to find different places and characters. تفتكروا ليه هي كانت شجاعة يبقى because she wasn't frightened of the Queen of Hearts. طيب مين أسوأ شخصية طبعا the Queen of Hearts. أليس قابلت مين طبعا ايه a lot of ايه interesting characters. تعالوا ما نكمل. The underlined pronoun she refers to she دي كانت بتعود على مين تعالوا ما نشوف هنا هي مين اللي قابلت الأرنب الأبيض طبعا مين طبعا دي كانت أليس يبقى هنا تعود على أليس. نقط teaches us many things about the past. المادة اللي بندرس فيها طبعا الماضي هي مادة التاريخ history.
يونس doesn't like watching TV because he thinks it's boring لأنه ممل. does تبقى نقط playing tennis. ادي هنا verb plus ing هيجي قبله ايه؟ هيجي قبله like مثلا. طيب يا ترى like بقى likes ولا to like ولا liked ولا like؟ لا طبعا طالما في does او do يبقى هناخد like بدون اي اضافات. do او does بيجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. You can write some information in your in your blog post. They love نقط about science. They love بيجي وراها verb plus ing يبقى learning. I don't like نقط because I am not good at painting. طالما انا مش جيد في التلوين يبقى انا ما بحبش ايه الارت. A نقط person makes good decisions. طبعا sensible ده تعريف كلمة sensible يعني ايه حكيم او عاقل. I am always نقط of dogs. انا دايما ايه بخاف يبقى I am always frightened. طالما انا اللي بشعر بالصفة يبقى ايه دي. لو انا اللي بتسبب فيها طب الدوج ده ايه او الكلب ده بالنسبة لي ايه frightening هو اللي بيسبب الخوف. تمام. Do you like basketball? Yes ايه طالما بسأل بدو يبقى بجاوب بدو برضو يبقى yes I do. When Mr. Ahmed is angry he not at people he shouts at people. هو بيزعق في الناس. He likes eat طبعا لا eating ايه عشان like بيجي وراه verb ing. I am not very good at طبعا good at او bad at او interested in بيجي وراهم verb ing. How often do summer طبعا summer بيجي قبلها does مش do. He would like going ادي دي اللي انا عايزكم تاخدوا منها. طالما في would قبل like يبقى ايه to والمصدر. A famous children's story عايزكم تكتبوا عن أليس in Wonderland زي ما كان النص من شوية موجود. هيكون باراجراف جميل جدا. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم منه. اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 6. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك. لو لسه مش مشتركين معانا في القناه اشتركوا معانا في القناه وتابعوا ماده العلوم والدراسات كمان موجودين شرحهم بالكامل. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.